صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله. مقطع انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشيخ وليد مهساس الذي صعدت القطة على كتفه وهو في صلاة التراويح. وبالرغم من أن رد الفعل الانفعالي في هذه الحالة هو الارتباك من تحرك هذا الجسم الغريب وهو في صلاته، المفروض أن يبعد هذه القطة باليد عن جسده، إلا أن فضيلة الشيخ كان عنده ثبات انفعالي في التعامل مع هذه القطة لدرجة أنه ضمها بيده وساعدها في تسلق جسده حتى لا تسقط على الأرض. ومن رأى هذا المقطع يلاحظ أن الشيخ لم يتلعثم في قراءته ولم تتغير نبرة صوته وكأن شيئا لم يكن. وليس هذا فقط، بل كان أرفق بالقطة ورحيما بها. هذا التصرف سبب انتشار المقطع في ثواني لدرجة أنه غزا كل وسائل التواصل الاجتماعي. العبرة ليست في هذا الحدث ولكن المتأمل لهذا المشهد، وكيف أن هذا الفيديو انتشر انتشارا عظيما في القنوات والفضائيات ووسائل التواصل في كل دول العالم. المتأمل يرى أن هناك شيء غير عادي في هذا الفيديو والمتداول بشدة في كل مكان، أو بلغة أخرى هناك رسالة ربانية بين طيات هذا المقطع لم نقرأها بعد. المتأمل في هذا الفيديو يجد قول الله سبحانه وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء